إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبنا واحد القصة فيها عبرة بنات اللي كيقولوا خصهم يمشيو للإمارات. سمعوا الإمارات شنو فيها، تبعوا القصة من الأول حتى الآخر باش تفهموا. أنا شيماء الصراخ. تزاديت في مدينة القصر الكبير، والحمد لله ملي كنت صغيرة وأنا كنقرا التعليم العمومي، وكنقرا التعليم العتيق، كنت كنحفظ القرآن، وحتى كملت الباك الحمد لله. ديت الباك سيونس فيزيك مونسيون الحمد لله. وهذيك الساعة كان ولد خالتي طلع الإمارات ببعثة من الأوقاف حسب المجلس العلمي ديال العرايش، إمام مسجد في الإمارات، وخطبني. وانا صافي العائله زعما كانوا كيقولوا لي لا راه مزيان، راه الاخلاق ديالو مزيانه وكلشي. صافي انا قلت واخا، زعما ما كانت عندي معاه علاقه، ما كنت كنعرفو ما حتى شي حاجه. صافي ما كيقولوا لي انت حافظه القران، هو حافظ القران، عاد تفاهموا. بقينا عام ملي مشى هو، ملي جا خطبني بقينا عام، جا عملنا العرس. ديك الساعه هو مشى، انا تبعته. مشى هو قبل ما يخطبني كان صارت لي اختو اللي هي بنت خالتي، حتى دات لي شنو تحت راسي بلي واش ناويه نخدم ولا ما ناويش نخدم. عاد جاو خطبوني. صافي مشيت، هو اصلا يخطبني قال لي انت تما كتحفظ القران، هنايا تكون محفظه. عرفت ما قال لي هنا كيطلبوا المحفظات القران النساء. مشيتنا صافي ديك الساعه قدم لي على حسب نكون محفظه في الاوقاف. في ديك العام الاولاني ما تسجلتش، ما كملتش العام تكون صافي قبلوني، لحقاش كان السن ديالي صغير، يلاه 19 عام. ولكن هكاك ملي دوزت الاختبار عند اللجنه الامتحان، الحمد لله زعما توفقت فيهم بزاف. وقالوا لي في ديك الاختبار نيت خرجت، قالوا لي راه انت تكون محفظه. صافي من ديك الساعه وكيقول لي حنايا هنايا ما دايمينش، ما كيعملوش الجنسيه، نعرجوا على المغرب. انا ما خصنيش نعيش كنكرفصها في الدار الوالديه، ما خصنيش نعيشوا مزيانين. قال لي غنخدموا نتعاونوا نعملوا الدار في المغرب، باش فوقاش ما مشينا بحالنا نكونوا عندنا فين نستقروا. قلت له انا واخا صافي ثقت فيه، يعني كيفكر المصلحه لينا كاملين، باش ما نتعاونش معاه. صافي كنت كنخدم وكنعطيه الفلوس ديالي، والاساس صافي راه كيبني في المغرب. وكان باش نقول لك كان بخيل بزاف بزاف بزاف. يعني انا من بعد عاد عرفت باللي العيشه اللي تما كان عايشنا مزيانين وكلنا جمعنا، ولكن هو كان بخيل بزاف يعني فوق ما تصور. والحاجه اللي انا ما كنتش راد على البال هو ملي طلعت كيركبني مع صحابه في الطوموبيل، كيقول لي مين نركبوا حقاش تماك عندهم الاحترام بحال الجلابه. المراه تكون محترمه بلابسه الجلابه، تما عندهم المراه تكون محترمه تلبس النقاب. يقول لي مين نركبوا مع صاحبي في الطوموبيل حيد النقاب عري وجهك. بقى كل مره صاحبي كيقول مراتو كتعجبها عينتينا وكترتاح لك عينتينا، كنقول له انا والمراه ويجي تقول لي علاش الراجل يجي يقول لك. هو صحابو كيتصلوا بيا، كل مره كيتصل بيا واحد، انا حتى كنجاوب في التليفون كنتخلع كنقول له شوف هذا شكون، هذا الراجل شوف شكون. هو كيعمل داك بحال زعما راه فشلت الخطه، وانا هادشي كلشي ما كنتش عايقه به، سايقه فيه. صافي كيفاش هذا الراجل ديالي وغيكون كيقلب بي، ما كانتش شي مره كطيح لي على البال. كل مره كيقول لي سبه يمكن اتصلت بالغلط في التليفون ديالك، ما نعرف هذا شكون هذا. هذا الامام الفلسطيني، وجاب الامام الفلسطيني تليفوني. المهم اللي قصه كبيره هي ديال المصري. هو كان عاطينا اكبر جامعه في المدينه، كانت ام القرويين في الامارات، هو وهذا المصري. وديك المصري يدو خدامين فيها بجوج بيهم، حيت هي جامعه كبيره ديال الحاكم عاملين فيها جوج ائمه. وهذاك المصري اصلا كان عنده بزاف المهام، كان هو المدير ديال المركز ديال التحفيظ ديال الاولاد، وكان هو المفتي، كان هو المسؤول على الخطباء، كان هو المسؤول على الوعظ ديال المساجد كاملين. المهم كان عنده بزاف ديال المناصب، كان مصلح في المحكمه. وكان كيقول لي كانوا عاطيناه بقوه ما كانوا كيتيقوا فيه الاوقاف، كانوا عاطيناه هو الوحيد، الرجل الوحيد اللي ممكن يدخل المركز ديال النساء. المركز النساء كلشي كيكون فيه نساء الا هو ممكن يدخل. كان عاطينا الاستقبال اللي مفتش كيدخل، كان كاين زعما كيدوزنا امتحانات، وكان كيعطينا الشهاده اللي زعما عندهم مجال في القران كيعرفوها، شهاده الاجازه بالسند. وانا ديك الساعه زعما حيت انا باغيه ندخل نحفظ في الاوقاف، قال لي كيقول لي الراجل ديالي خصك تمشي زعما ديك الشهاده، تاخذ ديك الشهاده باش يساعدوك توظف دغيا، لان انت السن ديالك باقي صغير. صافي كنت كنمشي نعرض على هذاك المصري، وانا صافي كنحني راسي الارض كنجلس نعرض عليه، ولد الحرام ديك الساعه كان كيتحرش بيا وانا ما كنتش عايقه. وعيا كيقول لي النقاب ديالك ماشي مزيون، حتى البوليس هما اللي شرحوا لي من بعد، كيقول لي راه كان كيقول لك حيد النقاب.
المشيه ديالك سريعه المهم خصو يجبد معايا الهضره واش غتسافروا. انا حتى كنقول مشيت شكيت مثلا واحد المصريه كنقول علاش كيبقى يجبد معايا الهضره صافي نعرض عليه صراحه لي نمشي بحالي. هو شنو كيقول لهم ديك المصري كيقول لهم خليوها حيت كانوا المحافظات كاملين كيعرضوا عليه كيقول لهم خليوها هي اخر وحده هي جارتنا قريبه حيت انا كنت ساكنه قبل المركز اللي كنحفظ فيه يقول لهم هي خليوها هي اخر وحده. هو ولد الحرام كان ناوي شي حاجه اخرى. انا كنت كنشوفو كيعمل شي حركات ماشي هي هذيك مع واحد محافظه كانت سمك سوريه وكنت كندخل انا موراها باش نعرض عليه وكان قلت لك ما كنتش كنعيق. واحد النهار عرضت عليه ودخلت في حالي باش نجيب الصاك من القسم باش نخرج في حالي. هو كان كيكون في المكتب ديال المديره. انا دخلت القسم باش نجيب الصاك ديالي ونخرج في حالي. الحرام تبعني توقف عليا وانا كنت ديك الساعه يعني ما عرفتش نقاب. المهم هربت من باب اللوراني هربت قسم بالله الخلع اللي جاتني داك النهار ما نساهاش. فلوجه واقف عليا واقف كيشوفو ساكت. انا قلت لك هربت من باب اللوراني زعما ما عرفتش يعني بقوه ديك الثقه ديالي فيه مع ملي تسمع الخطبه ديالو ديال الجمعه تقول لك كان شي انسان كيعرف بينه وبين الله هو هذا. ما عييت كنفكر علاش تبعني ما وعيتش وهكاك. وبقيت ملي وقعت المشاكل بيناتنا انا والراجل ديالي ودائما كان كيقول لي مصري راه خاصو مغربيه وحافظه القران واش كتعرف شي وحده دائما كنقول انا منين نجيبها له هاد المغربيه حافظه القران. كيقول لي يعني الراجل متفق معاه بايع وشاري. وكنت كنقول له ملي كان كيخليني اني انا اخر وحده نعرض عليه كنقول له اجي جلس معنا انت لان اصلا كانت الدار ديالنا حنا قبل كنقول له اجي جلس معنا ما نبقاوش انا وياه بوحديتنا انا وهذاك المصري. هو لو كان بصح يعني اجي غير على مراتو ديك الساعه نقول له انا راه كيخليني بوحديتي ما يبغيش. هو اصلا كان مسلم له الامر اصلا. قلت لك وقعت المشاكل سمح فيا في المغرب جاب لي المغرب حيت لي الباسبورات ديال ولادي وديك الساعه مشى بحاله. نصب عليا كان عندي انا في اسمي دار ونص نصب عليا في النص الدار التاهلي ومشى بحاله بلوكاني وعرفت بحال ما مزوجش اصلا. مشى دوز تماك اكثر من شهرين صافي. انا هضرت مع مديرة الاوقاف انا بصراحه جاتني صعيبه العيشه يعني كيفاش غنعجبوا ولادي انا هنايا ما انا مزوجه ما انا مطلقه الخدمه ديالي باقا تماك حيت دوزنا الخدمه دوزنا العطله ديال الصيفيه صافي كان شهر 8 في الاخر غنرجعوا. بقيت كنشوف خصني شي محاوله باش نقد ما نضيعش الخدمه ديالي. اتصلت بمديرة الاوقاف شخصيا المدير اماراتي الله يجازيه بالخير الله يجازيه بالخير الله يجازي الامارات والاماراتيين كل خير والله العظيم زعما الخير اللي عملوا فيا ما نساش الى يوم الدين. اتصلت به وخا عمري هضرت معاه قلت له ها شنو المشكل راه رماني ولا ورق ديال ولادي لا حتى شي حاجه. قال لي دابا انتينا مظلومه وضعيفه كيفاش نعملوا نعاونوك. قلت له قولوا له يا اما تزوج اما جيب مرا ديالك باش هو يعمل معايا حل. قال لي يا بنتي نخاف نقولوا له يتزوج هنايا حيت تماك في الامارات ما كيحتاجوش موافقه المراه الاولى صافي الا كان بغى يتزوج صافي يتزوج. قلت له انا عارفه هو ما يتزوجش. قال لي انت لا تعرفوا. قلت له صافي قولوا له جيب مراتك ولا تزوج وصافي. الله يجازيه بالخير داكشي اللي عمل. صار لهم رساله الائمه كاملين قال لهم اللي مراتو برا الامارات يجيبها او لا يتزوج هنايا او لا نجريو عليه. هو الراجل شنو قال رجع بحالو المغرب ما يرجعني ما يتزوج حيت عارف هو عنده المرض الدواء اللي خاصيه ما يقدرش يتزوج. قال صافي معي يرجعني انا معي يتزوج مرة اخرى. داك المصري قال له لا رجع كان باقي عنده غرض فيه قال له لا رجع. ملي انا يا ديك الساعه بقى كيقول لي باش نرجعك كتب لي نص في الدار. قلت له انا صافي ما خصنيش بلاش ما ترجعني اجي غير طلقني. ديك الساعه داك المصري قال له هاك عطيها 2 المليون حتى انا كنت رافعه عليه قضيه النفقه عطيها 2 المليون ونرجع. وملي مشيت كيقول لي السخاوي سير عنده هذا هو المصري كيقول سير عنده هو ديك الثالثه حتى هذا المصري عنده 2 النساء. المصري هو اللي رجعك كنقول شنو العلاقه رجعني انا زوجه بك انت علاش يرجعني المصري. وملي رجعت تخيل المصري هو اللي كيتسخرنا ما ناكلو. تخيل يعني الراجل جالس وهو اللي كيدخل علينا السخره اللي ناكلو. وواحد النهار زعما باش يطمئن زعما داك المصري دخل عندنا للدار يقول عندي نطمئن نشوف كيفاش الامور ماشيه بيناتكم. قدامه كيقول له هذا المصري كيقول له هي محتاجه حضن وبوسه وكيغمزني قدامه كيقول اي حاجه احتاجتيها رقمي عندك قولها لي اي حاجه احتاجتيها قدام الراجل ديالي. والراجل ديالي ديك الساعه هز يدو قال له زعما ديها من دابا
اقول لك انا هذا الانسان شفت معاه الويل اللي قسما بالله لما حتى في المحكمه ملي تمك حتى القاضي قال لي انا ملي شفت الجلسه ما بين امام مسجد ومحفظات القران قال لي ما جبرت حتى باش نفتتح الجلسه، قال لي حتى جلسه المحكمه لان اللي غنقولوا المفروض انتم حافظينها والمفروض نتوما اللي تقولوا. وهذا الانسان تعدى عليا بزاف ما نسمحلوش كلشي. حنا دابا في المحكمه هو رفع لي الطلاق ودابا ما يسمح فيا تماك في الامارات. دابا ملي رجعني بز منه ديك الساعه بقى كيضربني بزاف يعني توصلت يخنقني بالسلسله. انا هربت من عنده عملت شهاده طبيه ودعيتو تماك في الامارات. دعيتو صافي مشيت كريت بوحديتي استقريت وكانت توصلنا القضيه للاخر شبر وهرب جان المغرب. داك المصري هو اللي عمل له لانه كان عنده منع السفر لان القضيه فيها جنايه لان محاوله قتل كانت فيها جنايه. داك المصري دخلوا لانه هو مصلح في المحكمه كان عارف يعني داكشي ديال المحكمه. مشى هو كفلو ضمنوه في المحكمه قال له الحبيبه ديالي شكرا هذا الدروس ديال الكليه. قال له صافي انت سير المغرب ورفع ليها الطلاق تما وطلقها باش ملي تجي لهنايا ما يبقاش عليها شي حق. صافي انت تقول لهم انا طلقت ما بقاتش مراتي. مي جا لهنايا لان القضاء المغربي والقضاء الاماراتي عاملين تعاون الملف ديال القضيه ديال تماك تحول لهنا والحكم ديال تماك تحكم هنايا. جات 17 مليون ديال باش يطلقني خصو يحط 17 مليون في الصندوق ديال المحكمه. مي خرج ديك 17 ما طلقنيش وانا كنت بقيت تماك في الامارات مرميه. بقيت كنت عملت قناه في يوتيوب كنهضر كنقول كيفاش رماني حتى الباسبورات ما كانوش عندي كنخليهم عند المصري وما قاليش حتى فوقاش رهبط من العائله ما قالوليش راه هو هنايا في المغرب. جاتني صدمه مش نقول لك جاتني صدمه كيفاش المراه مسيبه بجوج د العيال في البلاد الامارات يعني ماشي بالساهل والباسبورات ما عنديش. بقيت كنحيح وداك الشيء قال لي سير عند المصري هو يعطيك الباسبورات. وصافي ديك الساعه واخا حيد لي الوراق ديالي باش جراو عليا من الخدمه بقيت كنبيع الحلوى والبغرير. وتخيل وحده يعني كانت موظفه ووصل الكليه وليت تبيع البغرير والحلوى. المهم انا كنقول نعيش ولادي وبالحلال باش ما كان. صافي ديك الساعه ملي ساليت الاجراء ديال المحكمه كامله وما هذا صافي جيت صردوني السلطات تسمى ديال الامارات هما اللي حيدوا لي ديك المخالفات اللي كانت جمعت عليا لان كنت ديك الساعه وجودي في الامارات غير قانوني يعني حرقه. خلصوا لي ديك المخالفات وهما اللي قطعوا لي البي انا وولادي. كنهضر ما كنقول له في اليوتيوب كنقول له قطعين ولادك ما يبقاش مساكين مكتوب عليهم بلي راه البوليس هما اللي جرى عليهم. قطعي انت واخا عين ولادك واخا يقطعوا لي هما البوليس قطع انت لولادك. ما صافي تقطعوا لي البوليس وجيت مشيت عندهم حيدوا لي ولادي وجراو عليا. خالتي كتقول لي انت ناعي بنت اختي. صافي دابا رماوني كيجريو عليا كيحيدوا لي ولادي جوج المرات. كندعي البوليس الله يجازيهم بخير ملي كيرجعوا لي ولادي. دخلت للدار خرجوني وبدلوا اللوبه ديال الباب ورموا لي حوايجي من الطبقه الثالثه رموهم لي على الارض في الليل والناس كتشوف. الناس دابا هما اللي كيعطيوني ما ناكل. هذيك اكثر من شهرين انا هنايا في طنجه حدا قبلت الباب والناس كل واحد الله يجازيه بالخير هو اللي كيجيب لي كل واحد الله يكثر خيره الله يكثر خيره. حتى الحوايج د ولادي هما كيعطيوهم لي والله لان اصلا حنا ما كناش عايشين هنايا. حتى الحوايج البرد ما عنديش لا لي لا لولادي يعني الناس الله يجازيهم بالخير اللي كيعطيوني. ولكن اصعب حاجه دابا هي السكن اللي كنعاني منها هي السكن حقاش ما صلحش شي مره السكن والله صور كنعسو والطوب كيطني نقص علينا انا وولادي. دابا كنقول انا هي معاهم وكيفاش نحميهم كيفاش انا ولدي ممكن نعسو من هاد الجهه وبنتي كتعس من هاد الجهه. اذا جا الطوب والفيران غيسبقوا من ولادي كأننا ندير نحميهم. الدار ما فيهاش لا ماء لا ضوء لا طواليط حاشاك حتى القدس ديال ولد الحر ما نضيعش فيها. ما صراحه شي مره للسكنه وهما بالديار مكريين وكنقول لهم زعما هي سكنه ماشي ليلي ما تشوفوش الوجه شوفوا الوجه لولادكم راه كنيتو محدد ما كنيتوش يصرخ. ما كيقول لك صافي سير وما نعرفوكش ولا داك اللي ما قديتيش عليهم جيبهم وسنتينا تصير طلق راسك. المغاربه الله يرحم لكم الوالدين ما تشوفوش امراه اللي واصله معاها هكا ويعني وكتعاني من الظلم ومن التعنيف والتعنيف الجسدي والجنسي والنفسي والمالي وكلشي يوقفوا مع الحبيبه ديالي انت ماما ديالي يوقفوا معها لان كنشوف انا كنصوني كنشوف المجتمع بحال اللي ولف المراه هي اللي كتكون مظلومه وكتسكت على حقها. دابا ملي كنشوف راسي انا كنهضر كلشي كيقول لك انتينا لا هو واخا يقول العيب انتينا ما تقولش هو واخا يعمل العيب انتينا ما تعملوش.
واخا وداو وريوني طريقه كيفاش ندير نجيب حقي. هذه يعني الاغلبيه ديال المجتمع كيوصي المراه انها تسلم في حقها. انا دابا خصني نجيب حقي، خصني نجيب حقي وخصني نتبع زعما كنحاول نعرف الاجراءات، حيت انا ما كنعرفش الاجراءات زعما ديال اللي ممكن دابا ما جراو عليا وخرجوني. ما عرفتش واش ممكن القانون يعاوني يرجعني للدار اللي كنت فيها، مع انها هي الدار اللي كنت فيها شنو مهم فيها روبيني واحد وبومبيه وحده ديال الضوء. اما هذه راه ما فيها لا ضوء لا ما حتى شي حاجه. انا مشيت سجلت في الكليه باغي نكمل قرايتي، والله عندي الرغبه بزاف اني نكمل قرايتي زعما باغيه نوصل، ولكن ما كنجبرش شكون يعاوني، ما كنجبرش شكون يوقف معايا. انايا سجلت في الكليه دابا الدروس انتما كتشوفوا فين غنقرا، ما عندي لا ضاو لا بلاصه هايده زعما اللي نحط فيها عين والكتوبه ديالي باش ولادي ما يلحقوهاش، لان الدار ما مصلوحاش مره، ما صلحاش مره للسكنه، ما فيهاش حتى ابسط الدار. الحاله ديالي صعيبه بزاف وواعي هارب ما كيبانش مره، ولكن ولادي هما اللي مضرين الاكبر. انا لو كنت بوحديتي والله ما زعما كنت نصبر لهاد الحاله اللي انا فيها، ولكن انا ولادي مساكين فين كانوا وابسط حقوق ديالهم ما كايناش. دابا ولدي انا كنت تما كنسجل في الحضانه في الروض، دابا هنايا ما بغاو يعطيوني حاله مدنيه باش ندخل ولادي للروض نمشي نخدم، ما عطاوني فلوس باش زعما ممكن نسجلهم. عندي الحمد لله النادي ديال الكاراتيه قدامي، يكون ندخل ولدي مسكين على الاقل نساعد لهم اللي هو فيها. واش بقى هو العيشه اللي عايش فيها؟ والله الا كنقيلو الزنقه، كنقيلو في الزنقه حتى لان الضو ما كايناش، كان بالضو ديال الله حتى كيبغيو يدخلونا السعوديه كنعسوا الناس حدا الضو. هادي ما قدرتش نصبر الصراحه، والله ما قدرت نصبر. ودابا انا اليوم رانا يلا خرجت من الكوميساريه، دخلوني 3 ايام للحبس، حيت كنقول لهم كنطالب حق ولادي، كنقول لهم ولادكم حداكم، حتى الماكله ما كتعطيوهمش الناس، هما اللي كنسعى الناس يوكلوهم. كيفاش بغيتو وحده تصبر قدامكم بولادكم، هي جالسه كتربي لكم ولادكم، وفي الاخر حتى الماكله ما تعطيوهاش، ما حنوا لا على حساب السكنه ولا على حساب الحوايج البرد هذا ولا حتى شي حاجه، ما بحال ما كيعرفوهمش. سبحان الله زعما هذا القلب ديال هاد الناس ما عرفتش انا كيف عامل. صافي عيب بعد علينا. وانا دابا كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين، نقدروا تعاونوني باش ما كان الله يرحم لكم الوالدين. ما عنديش الفراش، ما مشيت دابا بالعكس، دابا ملي جربت الحبس كنشوف الدار اللي انا فيها اسوء، والله العظيم الا ما اسوء من الحبس. ما فيها الضوء، ما فيها الماء، ما فيها فراش، ما فيها حتى ابسط الضروريات. زعما كلشي كيقول لك اصلا كيفاش عامله صبره تعيش هنايا، ولكن الغالب الله انا هذه الدار